تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض الكشري المصري، واقول لكم على كل التريكات اللي بعملها عشان تطلع معايا الطعم زي محلات الكشري بالظبط. واقول لكم كمان ازاي العدس يطلع معاكم بالشكل ده، كل حبايه بحبتها. يلا بقى نبدا مع بعض، بس قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الوصفات اللي بنزلها. يلا بقى نبدا مع بعض ونقول بسم الله. في حله كده هنزل بشويه زيت حلوين، قد مثلا كوبايه. انا برتاح قوي في الالومنيا لحاجات كده معينه، زي مثلا تحمير البصل بتاع الكشري. بحس ان هو في الحلل التانية يعني بيطرى، ما بيطلعش مقرمش زي الألمونيا. هنزل كده في الزيت بشوية بصل مقطعه شرايح رفيعة، ويكون رفيع قوي علشان خاطر يطلع مقرمش. في نفس الوقت سايبه ورا حله على النار فيها شويه ميه بتغلي، نزلت فيهم بمكرونه. آه اي نوع مكرونه بقى، انا حطيت اللي هي الوسط دي المقصوصه، وحطيت سباكيتي. انا ما بحطش اي حاجه على البصل وبيطلع مقرمش معايا وحلو قوي. لو انتوا حاسين انه ممكن ما يطلعش معاكم قرمش ويطرى، حطوا عليه رشه نشا هيقرمش معاكم. ممكن كمان تحطوا ملح، بس انا ما بحبش الملح، بيضيع طعم التسكيره بتاعه البصل. بس انا كده طلعت البصل بعد ما اتحمر على مناديل. وخلي بالكوا لان البصل لما بيطلع من الزيت لونه بيغمق درجتين، فنخلي بالنا اول ما نلاقيه لونه ذهبي حلو كده نطلعه على طول. وهنفرده كده علشان ما يبقاش فوق بعض ويطرى، نفرده كويس. بصوا بقى القرمشه بتاعته مفهوش واحده طريه والله. صفيت بقى المكرونه وهحط عليها كده 3 معالق من زيت البصل، وهقلب المكرونه كويس في بعض عشان تتغلف كلها بالزيت. انا عملت معاكم قبل كده الكشري، بس كان كشري الحله الواحده. ده سريع جدا بقى وفي حله واحده منجز قوي، بس ده احنا قلنا نغير. بعدين بقى عشان اعمل العدس، في حله كده على النار حطيت عليها 3 كوبايات من الميه، وهسيبها بقى لحد ما تستوي. هحمر بقى الشعريه في شويه زيت من زيت البصل، وفي نفس الحله نزلت بكوبايه كده من الشعريه لحد ما تتحمر. هنزل عليهم بكوبايه ونص من الرز، اشوح كله مع بعض عشان الرز يطلع معايا مفلفل. واحط الملح بتاعها معلقه كده متوسطه. وهنا بقى العدس كان استوى، هدوس عليه كده الاقيه استوى، هطفي بقى عليه النار. الميه اللي اتبقت كوبايه، خدت كوبايه ميه العدس دي ونزلت بيها على الرز، وكملت بقى الكوبايه التانية بميه عاديه. هسيبه بقى على نار عاليه لحد لما يغلي، وبعدين هوطي النار واغطيه. ده بقى شكله بعد ما استوى، مفلفل وتحفه. هرجع بقى كده للعدس في نفس الحله بتاعته بعد ما صفيت منه الميه. هنزل عليه كده بنص معلقه من الملح ونص معلقه من الكمون، وافضل اشوح فيه على النار لحد ما يوصل معايا للشكل ده زي بتاع بره بالظبط. هعمل بقى الصلصه في حله كده، خدت شويه زيت من زيت البصل، هنزل عليهم ببصلايه مبشوره صغيره خالص. هشوح فيهم كده شويه لحد بس ما يتبلوا، وبعدين هنزل عليهم بمعلقه من السكر. هسيبهم بقى يشوحوا مع بعض كده، البصل يحمر والسكر يتكرمل لحد ما يوصل للون ده. بعدين لما يتحمر كده هنزل عليه بمعلقه توم صغيره، اشوح فيها، واول ما ريحتها تطلع هنزل عليها بالصلصه. انا بجيب الطماطم بغليها، ولما تستوي اصفيها واشيلها في الفريزر. هحط بقى معلقه متوسطه من الملح، واحط نص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الكزبره، ومعلقه من الصلصه. هغطي بقى عليهم وهسيبهم يتسبكوا براحتهم. ده كده كان شكلها وهي بتتسبك، بس انا عايزاها اتقل من كده فسبتها حبه كمان. عشان نعمل بقى الشطه، الزيت شويه زيت كده من زيت البصل، هحط عليهم معلقه كبيره من الشطه. اول بس ما تغلي كده على النار هنزل عليهم ب3 4 معالق كده من الصلصه اللي احنا عاملينها بتاعه الكشري. بصوا اول ما فارت، انا مش هستنى عليها كتير عشان بتتحرق بسرعه، فاول ما تغلي كده معايا هنزل عليها ب3 معالق من الصلصه. اسيبهم بقى يغلوا ويتقلوا مع بعض كده لحد ما تتقل خالص، وكده تبقى الشطه الزيت جاهزه معانا. هنعمل بقى الدقه. عندي كده معلقه من الثوم، حطيت عليها نص معلقه من الكزبره ونص معلقه من الكمون ورشه من الشطه صغيره. هقلبهم كده كويس مع بعض في الثوم. بعد كده هنزل عليهم بربع كوبايه من الخل. لو كان عندي ميه حمص كنت حطيت ميه حمص وعليها خل.
بس انا ما كنتش عامله حمص فهحط ميه. وبس كده تبقوا عملتوا احلى شويه كشري ينافسوا بتوع المحلات الكشري بالظبط والله. بس بقى جربوه بطريقتي والتريكات اللي قلتلكوا عليها. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل حاجه بنزلها. استنوني هعمل وصفات تانية كتير. باي.